صباح الخير حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني. ها، عارفين ايمن واماني ولا نسيتوني؟ ها، وعيال المجناني. عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ محدش بيسأل ليه؟ محدش بيقول فين اماني ليه؟ محدش بيقول لي انت فين ليه؟ ما بتسألوش ليه؟ ها، مفيش حد بيسأل. انزل البيت الصغيره والبيت الكبيره، مفيش حد اتصل بيا ولا عبرني، ولا حد بعت لي في اللايكات. احنا بينا وبين بعضينا لايكات والتعليقات. محدش بعت لي في التعليقات قال لي انت عامله ايه يا ام سيف؟ ما انتش باينه ليه يا ام سيف؟ انت مش بتظهري ليه كتير مع العيال يا ام سيف؟ سايبيني كده خلاص؟ نسيتوني خلاص؟ مش عايزين تعرفوني تاني؟ لا، انا الموضوع ده مش هينفع كده. انا هنشرب كوبايه شاي عشان لسه فتره ها. لسه واكله دلوقتي. نعمل كوبايه شاي، مش عايزه اكتر في السكر عشان ايه؟ ما يحصليش حاجه. ماشي. بعدين كنت تعبانه، محدش يقول لي انت عامله ايه، السكر عامل معاكي ايه؟ مش السكر ده، السكر كان عالي، كنت تعبانه وكان عندنا حاله وفاه، والنفسيه كانت زي الزفت. فلا حدش يقول لي في التعليقات كده ازيك يا ام سيف او ازيك يا امان، ما انتش باينه ليه يا اختي؟ انت فين؟ محدش بيسمع صوتك ليه؟ ما تدخليش مطبخك ليه؟ ينفع ان انا افضل قاعده معاكم في قلب البلد؟ ده انا مصريه. انا المفروض في كل بلد، انا المفروض في كل بيت سوري، كل بيت، كل شقه، كل حاره، كل عماره، كل اي حاجه تتخيلوا. احنا كم مليون مصر ولا كم مليار مصر؟ مفيش اشتراك يجيلي؟ مفيش اشتراك يجيلي ليه؟ هو احنا واكلين بعض؟ ده احنا اهل، احنا مصريين. يعني انا بنتكم، فين الاشتراكات؟ فين التليفونات؟ تسالوش ليه؟ فين؟ ابعتوا في التعليقات انت فين يا ام سيف؟ ما انتش باينه. موت، افرضوا انا دلوقتي موت، تطمنوش على العيال؟ ما تقولهمش انتوا عاملين ايه؟ امكم كانت كويسه يا عيال؟ ده امكم بقى لها معانا شهرين الا. النهارده كام؟ النهارده 11. النهارده 11. امكم بقى لها معانا، بقى لها شهرين الا كام يوم، الا 7 ايام. ما تجوش تسالوا عليا بعد العشره دي كلها ليه؟ ليه؟ ده انا لو رفعت على نفسي قضيه هنتشهر. هتشهر، الناس كلها هتعرف. لو ذبحت عيل من عيال، لو كسرت الكوبايه دي على راسي هتشهروني والله. تسالوش عليا ليه؟ ها؟ بعدين في حاجات ياما حصلت في اليومين اللي عدوا دول. اولا كان عندي حاله وفاه، الله يرحمها، واحده قريبتي، الله يرحمها ويسامحها يا رب ويصبرها. ادعوا لها بالله عليكم، ادعوا لها بالرحمه، الله يرحمها. المهم انا نفسيتي اصلا تعبت عشانها، وهي تعبانه كنت انا تعبانه عشانها، ولما توفت انا دلوقتي حاسه ان انا اللي حصل لي حاجه، والله العظيم بجد. شايله همها وبترحم عليها كل شويه، وكل شويه في بالي، مش قادره حتى اتكلم ولا اعمل اي حاجه. نفسيتي مكسوره ومتدمره والله بجد. استنى عشان البراد هيولع على النار. ثواني. المهم ايه؟ نفسيتي تعبانه. تسالوش عليا؟ ما تقوليش عامله ايه؟ يا لهوي، ما رضيتش اعمل في الكاتن. عارفين الكاتن؟ الكاتل اللي بيشربوا فيه الشاي بتسخنوا فيه، ده جايباه بس مش بحب اشرب فيه. احب اشرب في الكوبايه المعفنه الازاز، مع ان جوزي جايب لي مج زي، بصوا، زي الفل. احب اشرب في الكوبايه الازاز ده اهي كده اهو، واعمل فيها كوبايه شاي بالبراد الجميل ده اهو، افضل اغسل فيه بالسلك لحد ما ايدي تتهرى، وفي الاخر برضو بيبقى معفن. المهم احنا ايه، جوزي جاب لنا التونه عشان الانسه سدن اللي فاتحانا على النت كل شويه تسرق التونه تطلع تجري. مش عارفه جايب لي تونه ايه، ده مرسوم عليها دولفين. تكونش سمكه دولفين؟ يكون جايب لي سمك دولفين. لا يكون من مقاطعه. عندنا جهاز على التليفون بيجيب الحاجه، لما يلاقي الحاجه فيها مقاطعه بنقوم رامينها على طول. المهم انا اشرب كوبايه شاي واوريكم التعديلات والتغيرات اللي في الشقه، خليكم معايا. صحيح، صحيح. قبل ما نشرب الشاي حرام، عقبال ما الكوبايه تبرد سيكه صغنونه، حته صغنونه دي كده، هنحط الكيتي تاكل. علب الجبنه عندي لما بتفضى، ما عنديش فراخ والله يا كيتي، عندي حته لحمه، اديها اللحمه بتاعت العيال وبلاش العيال، مش فراخ حتى، لا حرام. بصوا، كان عندي رز على شوربه اهو، وحطيت لها الجبنه. هاكل كيتي، اصل انا كنت معباها موقفه قدام باب الشقه عشان عملت ايه، تيجي تعمل لي حمام، سايبه الليتر بوكس وسايبه
الحمام كانت بتعمل في الحمام من ساعه ما الدنيا ما سقعت، بطلت تدخل الحمام، بطلت تقعد في الليتر بوكس، جايه لي ورا البوتاجاز الكلبه وتعمل بيبي. فطبعا مسكتها ضربتها على رجليها كده ضربتين خفاف، ومذنباها بره قدام باب الشقه. هي طبعا ما تقدرش تتحرك لان كيتي متربيه هنا، ما تعرفش تروح في اي مكان. المهم قاعده معانا كيتي ايه 24 ساعه. عملت لها رز، شويه رز على شوربه، وقطعت لها عليها حته جبنه. الجبنه اللي هنا اللي فضلت من عندي من تومتي، ماشي. العيال بيتفضل معاهم علب جبنه، وكنت مفضيه لها علبه والله تانية. بيتفضل معاهم جبنه، بقوم ايه اللي بيفضل حتت فاضله واللي يقع مني اقول لهم مش مشكله فداك. العيال يقولوا لي يا ماما الجبنه بتقع، اقول لهم مش مشكله، عندنا في حد بياكل من ورانا. حتى لو مش من ورانا بجيب لها اكلها مخصوص. ده كيتي دي الغاليه بنت الغالي. المهم هنطلع لكيتي نحط لها الاكل ونخليها تقعد تاكل، ونشرب كوبايه الشاي، ونوريكم الشاشه جوزي نقلها من مكانها، ونوريكم شويه تغيرات، وخليكم معانا كده على طول. والاشتراكات، الاشتراكات خليكم معايا ثواني. بصوا يا جماعه، حضرت الاكل الكيتي اهو، هدخلها بقى عشان هي كانت بتتعاقب، ونجي لكم ثواني. خليكم معايا. بصوا تعالي يا ناس اهي، خشي تعالي ادخلي. الاكل اهو يا اب، كلي ياتي متخافيش، كلي. كيتي ده حبيبتي، بس متعمليش بيبي الا البيبي، ماشي. المهم فايه، هنشرب انا كوبايه الشاي ونوريكم الفظاعه اللي جوزي عملها لي. لقيته امبارح جايب لي التونه وجاي لي بقى ويقول لي ايه انا اجيب لك تونه. النبي فرحه قلبي بيا يا اختي وانت داخل عليا بالتونه. يا خرابي على التونه وعلى صينيه التونه. كان عندي ترابيزه انتريه والله يا جماعه، كنت بحط عليها الشاي وبحط عليها حاجه، بس الازاز اتكسر. انت مشحتاه، عايزه اشتري واحده تانية، بس بصراحه مكسله هنا اعمل اي حاجه في الشقه دي خالص. هم شايفين التليفون؟ التليفون اهو، جوزي جابهولي من على الجزامه، كان محطوط على الجزامه جابهولي هنا. وهنا طبعا كان الشاشه محطوطه فوق تحت الايه القرانيه بتاعت السمك دي. وطبعا كان هنا السفره والحاجات دي، ففي حاجات اتشالت من هنا. حط لي الشاشه فوق هنا اهو، في وش الانتريه على طول، يعني في وشنا، نبقى احنا قاعدين على الكنب كده والشاشه في وش على طول. قلنا كده احسن برضه نتفرجوا عليها بدل ما رقبتنا جالنا انزلاق في الغضروف ولا مش عارفه. المهم احنا هننضف بقى ونكنس ونظبط الشقه، لان من امبارح بالليل بصوا مكان التراب. والله ما رضيت، ما عرفتش اكنس بصراحه، مش مرضيتش. انا عندي اساسا صوابع ايديا دي، بصوا شايفين كف ايدي عامل ازاي؟ بيجي في الشتاء من اول شهر 7 كده ويبدا كف ايدي ده يشقق ويتعور يجيب دم، معرفش ليه. بقالي 14 سنه على كده، من ساعه ما خلفت الولد سيف الكبير ده هوت، من 14 سنه. 14 سنه خدمه في ثانوي. من يوميها وانا اعصابي تعبانه بجد، وايديا وجعاني، لا اعرف اغسل مواعين في الشتاء، ولا اعرف اشيل سجاده انفضه. لو شلت سجاده انفضه الاقي صوابعي تشقق وتتعبني من اقل حاجه وتنشف. لازم أنا احط لها كريم. وطبعا مين بيحط كريم وعنده عيال صغيره؟ مين تفضل قاعده بالليل بقى حاطه كريم عامله كده اهو؟ انا مش هنفضل قاعده كده طول النهار، لا. عندي سدن، الراجل بيبيع طماطم وانا ما عنديش طماطميه وسدن، عايزه تاكل سونه بالطماطم، عايزه تاكل تونه بالطماطم والبصل. هشوف الراجل ده واجي لكم ثواني. ما طلعش بتاع طماطم، طلع بتاع خيار. خلينا كده من بعيد لبعيد. طالما انتوا خلاص ما بتسالوش عليا، اللي ما يسالش عليا خليه من بعيد لبعيد. هشرب كوبايه الشاي. الله الله، تشربي حبه يا ساندي؟ ساندي لسه صاحيه بقى وبتقول لي صبح صبح يا ماما. كان نفسي يفضلوا نايمين لحد الظهر، يفضلوا صاحيين من الساعة 9 الصبح أو 8 لحد الساعة 1 و2 بالليل. لا بشد في شعري، أنا كنت صاحية لحد ما شعري نزل. عايزة إيه؟ صاحية الساعة 5:30. الساعة 5:30، مين يرضى بكده؟ المهم الأنسة كيتي بتاكل. هنوقف معاكم الفيديو شوية عقبال ما نبدأ الروتين بتاعنا، نبدأ ننظف ونعمل اللي ورانا، وهنفرش لهم بطانية على الأرض عشان يتدفى، عشان الجو ساقع. وأنا بجيب عيش النهاردة كان الجو تلج، ماشية كده في الشارع بجد والله. فإيه، هنحط لهم بطانيه على الارض ونبدا ندفي العيال، والشاشه في وشي بقى، واشرب كوبايه الشاي داير بالريموت بقى والشاشه في وشي. كنت الاول يعني بقعد على الانتريه كده زي ما انتم شايفيني وراسي كده. في حد يبص كده؟ ما كده هيجي لي انزلاق ولا غضروف. اه والله. ثواني حبايب قلبي، حبايب قلبي، الراجل طبعا ما بيبيعش طماطم. بصوا
بطاطس جبت 3 كيلو، البت جابت لي 70 جنيه من 100 الكام؟ جنيه. من ال100. ليه بقى؟ طلع كيلو البطاطس ب 10 جنيه. يا سلام خير ربنا. يا سلام، انا لو عندي ارض اسكندرية. كان زماني زرعت فيها ازرع شجره. المهم جبت البطاطس اهي، والانسه كيتي كلت ونامت. ما تخافيش يا حبيبي، قلبي اتفجعت يا عيني. اقعدي يا بنت. كيت يا كوت انت تاكل يا قلبي. حبيبتي كيتي دي، كيتي دي زي اختي بالظبط. المهم على الرواق مع بعض الشقه، ونقول شفنا احنا الشقه نظيفه، بس هنعمله ايه؟ هنعمله شويه الحاجات اللي التراب اللي جوزي خرمها بالشنيور بهدلها لي، هعملها وننضفها ونرجع مع بعضينا في ثواني. بصوا يا جماعه، هو ده العذاب بعينه، مش عذاب، بعلمها حاجه للزمن ازاي تعرف تقشر البطاطس. قلنا بقى طالما احنا ايه جبنا بطاطس يبقى نقشر حبه منها وناكله بقى بطاطس متحمره، بطاطس محامير. عارفين بطاطس محامير؟ بقالنا ياما والله ما كناش بطاطس محامير بسبب ان ما فيش زيت. بس بمناسبه بقى احنا عندنا بطاطس رخيصه، وعندنا احنا لسه في اول هنعمله الشهر، خلاص. هنحمره بقى شويه بطاطس نظبطه نفسنا بيه. الصبح رحت اشتريت عيش اهو، بروح اقف في الطابور، بس النهارده ما كانش فيه طابور. كل ربنا حاجة ستر. طازة. ماشي. هنعمل النهارده بقى ايه؟ نطلعه من التشيب فريزر. ايه؟ شيف ريسا. نطلعه من التشيب فريزر. عندنا فراخ، نعمل فراخ، هعمل لهم فراخ أول النهارده. واحدة اتقشرت. ماشي. احنا ناس فظيعه تموت في اكل الفراخ. انا بحب اجيب الكياس الفراخ بال4 5 كيلو 200 300 جنيه يعني، ولا ب 500 جنيه، المهم مش ب 200، في حاجه ب 200 300 400 جنيه فراخ. اول الشهر اقوم ماسكاهم حطاهم بقى في اكياس بيضه، اطلع كل المنابات اللي احنا هنعملوها في اكياس واظبطها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كانها فرخه. اقوم مطلعها وحاطه على طول تفك، انضفها واظبطها واقوم عاملاها عشان ساعات ما بلحقش ان انا انضف. وسانتي معاكم هي عماله بتعمل بطاطس. عرفيهم بنفسك يا نسا بقشرها بالبطاطس. والنبي. ولا هنهرس البطاطس، هنولعها بالبطاطس. هنولعها في الشقة مش بطاطس لوحدها. على الله يا سانتي، على الله يا سانتي. دماغي بقى وجعتني، عايزه اشرب كوبايه شاي، مع اني لسه شايفه كوبايه الشاي. اعملي لي واحدة معاكي. انت شاربه شاي دلوقتي؟ احنا لسه على الصبح. طب انا صاحية من بدري شربتي يا جماعة، انا ايه؟ صاحية من الساعة 5:30. بعد عشان أعمل البطاطس، كوباية بعد شاي. ما ناكلوا بطاطس ايه ده؟ اعملي لك. ايه اللي ظهر ده؟ نعرفش في ايه، باين تنظيف